لا، يوم مميز للاهلاويه. الاهلاويه مبسوطين من الاخر كده. كسبت فاركو 3 بالمناسبه. ما دام جبنا سيره فاركو، افتكروا فاركو كسبت مين السنه دي؟ 3. الزمالك. فاحنا النهارده خدنا حق الزمالك كالعاده. بصوت سيد عبد الحفيظ بقى بقول لك: اللي يكسبك 3 تعالى وناخدك تحت باطي كده، اقول لك هجيب لك حقك وهكسبه انا كمان 3. من الاخر النهارده بتوصل للنقطه 50. اليوم مميز لانه اكتمل بفوز فرقه اليد بكاس مصر بعد ما كسبت الدوري، دوري وكاس. يا كومبارس الصالات، انت فين؟ مش شايفك، مش حاسس بيك. انا مسيطر على كل العاب الصالات السنه دي وهتكمل على خير ان شاء الله. فعشان كده يا جماعه من الاخر بقى لازم نكون متفقين. لما ننتقد الاداره كلها، ولما نشكر الاداره كلها. ما تشيلش بيبو حاجه معينه، ولما يحصل نجاحات تقول ده وده وده ولولا ده. بصراحه وجهه نظري، النجاحات تنسب للكل والفشل يتحمله الكل من الاخر. عشان كده يا جماعه احنا لما بننتقد لصالح الاهلي وبس. احنا مش شايفين غير الاهلي. لكن انا بفتكر كلام قناه الزمالك امبارح وهو بيقول لك: بحلم بيك وكلام كبير كده. انا عارف ان ركبك بتخبط، انا عارف انك انت متوتر، لكن ما تجيش تقول لي امبارح يا خالد يا غندور احنا اللي مستنيين الاهلي او بيراميدز هم اللي لازم يخافوا. انا كسبان الدوري، انا وانا وانا، ويخش واحد تاني مش فاهم اي حاجه زي رجب ولا الدرديري يقول لك احنا يا جماعه اللي يتخاف مننا. الاهلي مرعوب مننا. احنا كسبنا الحرس 3، فالاهلي ركبه بتخبط مين يا ابني؟ ده انا كسبان لك فاركو 3، اللي كسبانك 3 الموسم ده. فيا جماعه احنا جاهزين وما عندناش اي مشكله. عشان كده انا حبيت اتكلم بس في موضوع العاب الصالات في الفيديو ده واركز عليه، لان احنا انتقدنا فرقه اليد كتير. فالموسم ده تاخد دوري وكاس، لازم تشكر الناس، لازم تشكر الناس اللي جابوا مدرب محترم بطل اوروبا قبل كده وكان مع منتخب مصر في كاس العالم مركز 8. فانت جايب مدرب محترم، جبت لعيبه كويسه، بس في البعض سيء بدون ذكر اسامي. لكن انت مطالب تجيب محترف ومطالب تقوي فرقتك اكتر. عشان اللي جاي بتاعنا الزمالك انتهى صدقني. الزمالك لما قرر يخلي احمد مرتضى منصور هو المسؤول عن العاب الصالات، شفتوا ايه؟ راح خطب البت ولا اتجوزها بتاعت فرقه السيدات تقريبا، سله ولا طايره، مش عارف عمل ايه تاني. راح جاب لعيبه النادي الاهلي البت فريده العسقلاني ومش عارف مين، واداهم رواتب 4 اضعاف اللي كانوا بياخدوها في الاهلي. فبوظ الفرقه، صرف ملايين كتير جدا على العاب الصالات، ما اداش لحد رواتب، ما فيش حد بقاله. يعني فرقه اليد بتاعته 6 شهور ما بتاخدش رواتب. فالوقت فرقه الزمالك او العاب الصالات الزمالك انهارت. سله، طايره، يد، خلاص انتهت. كره قدم انا بقول لك برضه خلاص ما لهمش قومه. فاحنا فرصتنا ما دام المنافس او اللي بيتقال عليه منافس لينا واقع في جميع الالعاب، هدوس على وشه، وما ارحموش. فانا في كره القدم اخد الدوري السنه دي، اخد اي بطوله محليه، اشتغل على افريقيا ان شاء الله واخدها. في العاب الصالات السله ما اسيبش اي لقب لحد. المنافس بتاعك في السله الاتحاد مش حد تاني. الطايره مالكش منافس. اليد خدت دوري وكاس، اشتغل على السوبر بقى وحاول تاخد حاجه توصلك لكاس العالم للانديه، لان جمهور الاهلي نفسه يشوف الاهلي تاني في كاس العالم للانديه. النهارده كولر اشتغل صح. قسم المباراه، لعب شوط اول محترم، الشوط الثاني كان عادي جدا. بس الاهم وقلته الكلام ده من بدايه الموسم: يا جماعه انا يهمني الموسم ده اخد الدوري باي شكل، اخد الدوري. اتمنى الموسم ده ينتهي واحنا فارقين عن الثاني يعني بنقط، يعني تذكر في التاريخ، يبقى رقم تاريخي. والاهم عندي ما نتعرضش لاي خساره. مبروك لجمهور الاهلي، مبروك لجمهور الاهلي الثاني والثالث وعاشر النهارده اليوم الجميل ده، تكسب فاركو 3. بقول لك تاني يا خالد غندور، الفرقه اللي اديتك 3 انا اديتها 3، وانت كمان خدت 3. ده في ناس كتير السنه دي خدت من كولر 3، وانت غندور خدت 3 كتير الموسم ده. رقم 3 بقى مرعب ليك، وان شاء الله هتاخد 3 في السوبر، وافتكر الكلام ده. مبروك لفرقه الاهلي كره اليد، دوري وكاس اللي جاي ان شاء الله احنا مستنيين اكتر واكتر. شكرا للاداره كلها بدون ذكر اي شخص، شكرا لهم كلهم، شكرا لاي حد مسؤول عن العاب الصالات عن الموسم المميز ده. ان شاء الله اللي جاي افضل، وجمهور الاهلي في ظهر النادي دايما. ولما جمهور الاهلي هينتقد والله حبا في الاهلي، بس طبعا مفيش حاجه اسمها تجاوز، انتقاد لصالح الاهلي وبس بدون مصلحه شخصيه، وده الاهم. اشوفكم على خير.